بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بصحة جيدة وبخير. النهاردة نعمل مع بعض الكرواسو أو ميني كرواسو. ميني كرواسو جميل جدا، هيعجبك وهيشرفك قدام أي حد أو قدام ولادك كده. أنا عملته لولادي كده بصراحة، يعني لقيت ابني جايب كيس ب5 جنيه أو حوالي كان ب7 جنيه، صغنون كده ومفيش إلا يجي كام واحدة صغننة خالص. فقلت له انا هعمل النهارده الكرواسو بتاعك اللي انت جايبه ده، هعمله لك بنص كيلو من الدقيق. نص كيلو من الدقيق ما يجيبش 10 جنيه، يعني طبعا دي غلي، كان بحوالي 8 جنيه. وباكت من الخميرة ده اللي انا اشتريته من بره، يعني ب10 جنيه. مليت ما شاء الله طبق من الكرواسو. شفتوا الكمية؟ وكان عندي الشوكولاتة موجودة عندي، فانا ما اشتريتش، فكان موجود عندي المكونات كلها سهلة جدا. كوباية الا ربع من المية حطيتهم. انا مرضتش احط الكوباية كلها علشان العجينة بتاعتي هشوف هتحتاج قد ايه. حطيت كوباية الا ربع، باكيت من الخميرة، معلقتين كبار من السكر، سكر حبيبات اللي احنا بنستعمله عادي في المطبخ. ونقلب كده السكر بالخميرة عشان السكر بيساعد في عملية التخمير. 3 معالق كبار من الزيت، هنزل بيهم كده ونقلب كده كويس. ومعايا معلقة من الخل، معلقة صغيرة. قلبي كده كويس يا ست الكل، وحط رشة من الملح. تمام كده، قلب كل كده مع بعضه. مكونات سهلة جدا، يعني حاجة كده في منتهى الجمال. معايا باكت من الفانيليا، ننزل بقى كده عليه، وبعدين نقلب كده تقليب كويس. وبعدين ننزل بقى بالدقيق، نص كيلو من الدقيق. وقلبي بقى يا ست الحبايب، ما شاء الله ترمي معاكي كمية جميلة جدا. مقدرش اقلب بقى بالمضرب بقى ولا الكلام الفاضي ده. احنا هنقلب بايدينا على طول، علشان ايدينا طبعا هي اللي هتخلص معاكي على طول. تقليب بالمضرب مش هياخد معاكي وقت، ومش هيديكي النتيجة اللي انت هتعوزيها، وهتعملي برضو بايديك. فمن البداية كده قلبي بايديك. خلاص كده قلبت كده من فوق لتحت لحد ما الدقيق بتاعي شرب كل المواد السائلة. ونشوف بقى دي يعني او العجينة بتاعتنا هتحتاج سوائل قد ايه تاني. انا سايبة من الكوباية بتاعتي حوالي الربعة، حطيتهم في طبق كده. وكل شوية هبل ايدي كده واروح يعني اقعد اعجن في العجينة بتاعتي لحد ما اطلع الطاقة السلبية اللي فيها كلها فيها كده. تمام. واحنا متعودين مع بعض ان احنا طول ما احنا بنعجن كده نذكر الله ونصلي على رسول الله، علشان ربنا يجعل في كل حاجة بنعملها بركة. كده معايا معلقة كبيرة من السمنة. سمنة، ممكن تحطي مكعب زبدة، مفيش اي مشكلة، المتاح عندك حطي منه. انا كان عندي زبدة بس انا كنت حاطاه في الفريزر، فبصراحة يعني كسلت، قلت معلقة سمنة هتفيد او هتقضي الغرض. فعملت معايا ما شاء الله، النتيجة كانت حلوة برضو. شايفين الشكل والجمال والعجينة ما شاء الله جميلة جدا. يعني تلزيقتها بسيطة. هنحطها كده في الطبق، واديته مسحة من الزيت ومسحة من الزيت على وش العجينة بتاعتي، علشان العجينة بتاعتي ما تخمر ما تلزقش في الاسترتش كده. تمام. غطيت العجينة بتاعتي كده وسبتها حوالي يعني نص ساعة او ساعة الا ربع، ما خدتش اكتر من كده تخمير. وهنطلعها كده من الطبق، هنلاقيها بقى كده ما شاء الله خمران. العجينة بتاعتي كانت فيها تلزيقة. انا هقسم العجينة بتاعتي لنصفين اتنين زي ما انتوا شفتوا كده. انا هفرد العجينة، المفروض كنت اديت رشة بقى للعجينة بتاعتي، رشة دقيق من تحت، لانها لزقت معايا سنة كده من على الرخامة. وانتي بتفرديها بديها رشة من الدقيق من تحت عشان ما تلزقش معاكي. في المرة التانية او في النص التاني اللي انا قسمته ده، هبقى اديها رشة وهتبقى زي الفل معايا. برضك ما قالتش عني ولا اي حاجة، بس برضك يعني لزقت معايا شوية. فانا بقول لكم كل حاجة او كل ملحوظة انا بتقابلني فانا بقولها لكم. هقسم بقى العجينة بتاعتي او الميني كرواسون اللي انا هعمله، يعني على حسب الحجم اللي انت محتاجاه. انا عايزاه ميني كرواسون صغنون كده، علشان ولادي يحسوا ان هما زي اللي هما شارينه من بره. ممكن ان انت تعمليه كبير لو انت عايزه كبير، انت على حسب الحجم بتاعك او الذوق اللي انت عايزه تعمليه، انت وراحتك. انا بديكم الفكره، وانتوا يا حبايبي تعملوا زي ما انتوا عايزين تعملوا الشكل بتاعكم. معايا الشوكولاته بتاعه المطبخ او اللي احنا بنشتريها خام للمطبخ، او في التورت او في اي حاجه انت بتحتاجيها في البيت. انا قطعتها كده مكعبات صغيره، يعني على قد الواحده كده، علشان تبقى معايا يعني تبقى شكلها كويس وتبقى حلو.
هنشيل بقى زي ما انتوا شايفين كده، زي ما قلت لكم لزقت معايا حاجه بسيطه، فانا برضو هاخد بالي من المره التانية واديها رشه دقيق وانا بفردها كده. احط بقى قطعه الشوكولاته وابرم كده. زي ما انتوا شايفين الشكل بتاعها كان جميل، وكانت صغيره كده وحاجه يعني ما شاء الله زي العسل كده. تمام. هنشيل كده. اهم حاجه وانت بتلفيها لم الاحراف بتاعه العجينه على قطعه الشوكولاته، علشان الشوكولاته وانت بتقليها ما تسحش معاكي بره وتبوظ معاكي او ما تستفيديش منها. هتلاقيها من جوه كده حاجه زي العسل وتحفه كده، وولادك هيبقوا مبسوطين جدا وهيفرحوا بيها. كده فردت بقى النص التاني او قطعه العجينه التانية، وهنقسمها زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت بحاول ان انا اصغرها علشان يعني ولادي يحسوها زي بتاعت بره بالظبط. ممكن انت بقى زي ما قلت لك تكبري بقى او تعمليها صغيره، او الحجم اللي انت عايزاه اعملي كده بالشكل ده. والشوكولاته ما شاء الله كانت سايحه فيها وكانت جميله. ممكن تحشيها جبنه موتزاريلا او جبنه قريش بزيتون او اي حاجه انت حابه تفضليها تحشيها من جوه. احشيه معايا كده. الزيت بتاعي حطيته على النار، يعني سخن، يعني ما يكونش سخن قوي، يكون درجة الحرارة بتاعته تكون يعني متوسطة، ما يكونش درجة حرارة عالية قوي عشان ما ياخدش لون بسرعة على طول وما يبقاش كويس من جوه. زي ما انتوا شايفين كده بسيبه حوالي دقيقة كده لحد ما ياخد لون، واروح مقلباه على طول. ما تقلبهوش وهو لسه يعني العجينة بتاعته ما خدتش لون، عشان ما يبقاش معجن معاكي او يبوظ منك في الزيت او الشوكولاتة تطلع منه. كده تمام. هياخد لون بالشكل ده. شايفين الشكل بتاعه او اللون بتاعه كهرمان كده، حاجة زي العسل. اقسم بالله كان يستاهل بقكم كلكم، يعني ولادي كانوا مبسوطين بيه جدا، وبقى وهم واقفين مستعجلين يلا يا ماما عايزين ناكل. اقسم بالله ما كانوا مخليني عارفه ان انا يعني بقيت اقلي فيه، يا جماعه استنوا يا ولاد استنوا. مفيش فايده. بس اهو بقى حل الولاد كلهم ما شاء الله. شايفين شكله كده واللون بتاعه تحفه جدا جدا. قلبي كده لحد ما ياخد معاكي لون، وبعدين تطلعيه. اهم حاجة ما ننساش اللايك والشير والاشتراك، عشان ده طبعا بيدعمني وبيخلي اي فيديو بنزله ما يقعش في الارض او يضيع مني. يا جماعة اللايك والشير بيدعم القناة والفيديوهات بتاعتي. انا بطلع كده على مناديل المطبخ عشان طبعا احنا بنقلي في زيت، فمش عايزين يعني كمية زيوت تبقى كتير. بصراحة هو ما شربش زيت خالص. شايفين الشكل واللون والكمية. نص كيلو من الدقيق، يعني ب10 جنيه عملت ما شاء الله كمية قد ايه. طبق مليان. يعني لو انت بتشتري 4 وحدات في الكيس بتاع اللي انت بتشتريه ب7 جنيه، شوفي هتهدري قد ايه. وب10 جنيه عملت طبق قد ايه. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. وشايفين الشكل والتوريقة تحفة جدا جدا جدا. يا رب الفيديوهات بتاعتي تكون حلوة. استودعكم الله الذي لا